المرأة المسلمة لا تقول لزوجها أريد ملابس العيد. فالمرأة العفيفة لا تتكلم أبدا مع زوجها، فهي من البيت إلى القبر. فكيف بذلك أن تقول لزوجها أريد ملابس العيد؟ هو ما أبوك، هو ما هو رباك، هو ما أخوك، هو لا زوجك. فحرام حرام حرام أن الزوجة تقول لزوجها أريد ملابس العيد، فهذا هو الكفار الإجراء. فهو عندما تقول له أريد ملابس العيد حتما سيعارض الحكومة وسيقول الرئيس ما أعطانا حقنا، وهذا هو المكروه، وهو أول أبواب الخروج على الحاكم. لذلك فحذاري حذاري. فيا أيها المسلم، عندما تقول لك أريد ملابس العيد فإنها أصبحت منحرفة والعياذ بالله. حاول أن تذكرها، حاول أن تهديها وتسمعها محاضرات الشخصية لعل الله يهديها. فإن لم تفعل فاحرمها من الفراش، لا تنم معها، لا تنم معها. فإن لم يفعل ذلك حاول أن لا تكلمها. فإن صرت على ملابس العيد والعياذ بالله قيسه لك. هو على زمن يجيك شرع لك ضرب فوت العيد فاضربها. يجوز لك هنا ضربها ضربا خفيفا، ضربا لا يوجعا، فقط في الكرة، تقبل في الكرة وتخبط على ظهر من ذاك خبيط.